اهلا بكم اخواتي الاهلاويه، ولو كنت مش اهلاوي امشي يلا، امشي غور، امشي يا ابني. معانا شويه اخبار النهارده نبداها باننا نحب نقول الف سلامه لعبد الرحمن حميد حارس مرمى النادي الاهلي لكره اليد. شفاك الله وعافاك يا عبد الرحمن، وان شاء الله ترجع احسن من الاول. عبد الرحمن جاله اصابه في الرباط، قطع في الرباط الصليبي اثناء مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك في قبل نهائي كاس مصر، المباراه اللي خلصت فوز النادي الاهلي 27-25. ان شاء الله عبد الرحمن ترجع احسن من الاول باذن الله. خش بعد كده عندنا رامي ربيعه. رامي ربيعه ان شاء الله خلال شهر هيكون شفي تمام من اصابته، بيعمل دلوقتي جلسات علاج طبيعي وحاجات كده، وان شاء الله خلال شهر باذن الله يرجع تاني، يكون قدر يرجع للملاعب. الخبر بقى الحلو اللي معانا ان مستر كولر ابلغ كابتن سيد عبد الحفيظ وامير توفيق بان يبقى على رامي ربيعه ويتم التجديد ليه، في ان لان الفريق محتاج له. فرامي بصراحه المستوى اللي بيقدمه في الفتره الاخيره يؤهله ان هو يفضل جوه جدران النادي الاهلي. تاني حاجه خلت مستر كولر حابب وجود رامي، الاولى انه مطيع جدا، العب يا رامي حاضر، اقعد يا رامي حاضر، اطلع بره السكواد خالص يا رامي حاضر. تاني حاجه محبوب من اللعيبه وبيسمعوا كلامه، لان هو الكابتن الثاني للفريق بعد محمد الشناوي، فدي برده ليها تقولها وليها وزنها. حته ان يبقى عندك في اوضه اللبس لعيب الكبير والصغير بيسمع له وكله بيحبه وكلامه متقبل عند كل اللاعبين، دي برده ليها ثمنها يعني. فهو طلب منهم ان هو رامي يفضل موجود جوه النادي الاهلي. نخش بعد كده احمد عبد القادر. احمد عبد القادر متقدم له عرض رسمي من نادي ساسكا موسكو الروسي. من وجهه نظري الشخصيه لو العرض ده فعلا اكيد يتكل على الله. احمد عبد القادر من اللعيبه اللي حاسه بنفسها، اللي هو لو ما يبتدي يجي له عرض واثنين وثلاثه مش هيديك ناتج محلي خالص، مش هيديك في الملعب حاجه، لان هو هيبقى كل تركيزه بره. ديانج اللي بنقول عليه مقاتل والكلام ده مجرد ما جاله عرضين ثلاثه تفكيره كله بقى بره. فاحمد عبد القادر لو العرض ده جدي وجاب مقابل مادي كويس، لا من وجهه نظري يتكل على الله ونشوف مكانه في الحته دي حد تاني. عندك ده محمد ضوي كريستو بيلعبها، عندك كهربا ده مركزه الاساسي، عندك طاهر محمد طاهر، وممكن في داخل مصر تلاقي حد بيلعب طرف شمال برده كويس. فهو لو الكلام المقابل المادي طلع كويس انا من وجهه نظري يحترف احسن. بعد كده في كلام بيدار ان رمضان صبحي برضو مش بيبطل محاولات في حته الرجوع للنادي الاهلي. تيجي تسالني عن رايي يرجع ولا ما يرجعش، والله انا محتار. اكتر لعيب مشي من النادي الاهلي ومحتار في موقفه، يعني عبد الله السعيد ما فرقش، شريف اكرامي ما فرقش، احمد فتحي بالنسبه لي ما فرقش، يمكن عشان معديين ال 30 وارد، لكن رمضان بالذات حته متحامل عليه ومتعاطف معاه في نفس الوقت. حته متحامل عليه ان انت يعني ابن النادي ومش انت اللي كان يحصل منك كده، وحته متعاطف معاه لاني عارف ان دي مش دماغه او مش هو اللي يعني رمضان ما كانش قراره حته مروحه بيراميدز دي، في حد كان بيفكر له كلنا عارفين هو مين، ربنا يسامحه يعني. فحته رجوعه من عدمها تبص لها رمضان ان جيت للحق لعيب كبير او مشروع لعيب كبير وامكانياته كبيره جدا، محتاج له بيلعب في حته ناحيه الشمال. لسه بنتكلم عن احمد عبد القادر لو كنا قدمنا عروض احتراف رسميه فعلا ومشي، رمضان دي حتته. لكن حته بقى اللي هي كما بدينا كجمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي، حته اللعيب اللي يبيعنا مالوش رجعه تاني، خدت بالك تقول لا. لكن حته ان اللعيب صغير السن وان هو القرار ما كانش قراره او كان في حد اثر على تفكيره، دي اللي مخلياني حاسس بحته تعاطف معاه شويه، رغم ان ماتش الكاس تحس ان هو لو كان خد البطوله او جاب فينا جون كان هيزودها، يعني هيطلع الكابتن اللي جواه. لكن ده برده ما يمنعش ان رمضان لعيب كبير بنتمنى له التوفيق، ووجوده بصراحه هو رمضان عشان يجيب مستواه انا من وجهه نظري يشوف له بقى ايه عرض احتراف بره مصر، لان جوه مصر هو خلاص مركز مع جمهور الاهلي واحنا مركزين معاه، فمستحيل هتطلع ما عندك، او مستحيل هتفوق وتجيب مستواك بتاع زمان، لان انت دماغك رايحه في حته تانيه. بس هو لو الموضوع فعلا مطروح انه يرجع النادي الاهلي تاني، انا عن نفسي مش عارف. تقول لي يرجع اقول لك ماشي، تقول لي ما يرجعش اقول لك ماشي. فاللي هو متعاطف معاه ومتحامل عليه بس. فهو ربنا في الاول وفي الاخر ده شاب مصري ولسه ولد صغير والمستقبل قدامه، ونتمنى له طبعا كل خير، اذا كان جوه مصر بره مصر ربنا يوفقه يعني. برضه هو في الاخر القصه في الاخر احنا بنتكلم كوره.
نختم اخبارنا بالنادي الاهلي هيلعب كمان ساعه وربع مع نادي فاركو او فارهم متعرفش في الدوري العام. مباراه النادي الاهلي الفتره المقبله هيلعب النهارده مع فاركو، وبعدين هيلعب يوم السبت مع نادي الرجاء هنا، بعدين السبت اللي بعده مع نادي الرجاء في المغرب، بعدها مباراه السوبر مع نادي الزمالك في الامارات يوم 5/5. مش عارفين بقى ساعتها النادي الاهلي هيرجع على مصر ولا هيطلع من المغرب على الامارات، لسه الموضوع ما تحددش. بالتوفيق للنادي الاهلي في القادم باذن الله، وان شاء الله النهارده نشوف ماتش حلو مع فاركو كده. وحشتنا الكره الحلوه، احنا الحمد لله بنكسب ونحقق نتائج كويسه، بس برضه محتاجين نشوف كره جميله يعني. ان شاء الله نتقابل بعد الماتش ونتقابل على خير والنادي الاهلي كسبان. سلام عليكم.